إسلاميات عامة تقدم كذلك من البدع المقيتة والأعمال المشينة والتي ربما لا يعلم بها كثير من الناس وظني أنهم لا يفعلون ذلك، ومن يحرص عليها هم الرافضة قاتلهم الله. صلاة تسمى صلاة الرغائب، تصلى في ليلة الجمعة في الأسبوع الأول بين المغرب والعشاء. صلي الواحد 12 ركعة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة القدر 3 مرات وسورة الإخلاص 12 مرة، ثم بين ركعتين وركعتين يسجد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله 70 مرة، ثم يقوم ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كذا وكذا من العدد. هذه الصلاة بدعة منكرة مشينة كما نص على ذلك العلماء رحمة الله تعالى عليهم، وإنما ذكرنا ذلك ليحذر المسلم من شر ما هنالك، وإن لم يفعل فربما تسمع أو ترى أو ربما تعلم بإنسان يحث الناس على هذه الصلاة، أو ترى في قناة أو في مقطع فيديو وما شابه ذلك، فيكون قد سبق إلى علمك،